طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. طبعا النيو لوك الجميل ده عشان لسه بقدم على الجيش، فدعواتكم ان شاء الله. انتوا حظكم، لو خدت اعفاء هروق عليكم في الفيديوهات، لو ما خدتش اعفاء برضه هجهز لكم شويه فيديوهات ان شاء الله تنزل وانا في الجيش يعني. فما علينا، خلينا من الجيش كتير. ده اهم فيديو في البلاي ليست، والفيديو الاساسي اللي اتعملت عشانه البلاي ليست اصلا، ان انا كنت حابب اعمل اكسبيرينس احسن لليوزر. طيب انا اقدم له اكسبيرينس احسن من ايه؟ طبعا الابلكيشن يبقى سموث وسهل ويعرف يستخدمه بكل سهوله، وفي نفس الوقت لو هو ما عندوش نت مثلا، وطبعا بتحصل معانا كتير ان انت مثلا تبقى فاتح ابلكيشن داتا خلصت، موجود في حته ما فيهاش شبكه ايا كان بقى، فانا عايز اديله اكسبيرينس كويسه ان هو يفضل موجود جوه الابلكيشن عندي. انا مش عايزه اول ما يفصل النت فيجي له ايرور فيروح قافل الابلكيشن، فانا ما استفدتش حاجه. انا عايز اخلي اليوزر موجود جوه الابلكيشن، مش عايز اقول ادكتد للابلكيشن، بس يبقى موجود جوه الابلكيشن على قد ما اقدر عشان اديله اكسبيرينس تخليه يحب الابلكيشن. تمام. فانا مبدئيا انا مش هكتب الكود النهارده، انا عملت اوريدي الكود وهنبدا نشرح واحده واحده احنا عملنا ايه بالظبط عشان نمشي ونعرف الستبس مظبوط ولا لا. خلينا نشوف المايك الاول بس مظبوط ولا لا. مايك شغال تمام. طيب خلينا نبدا على طول. ده الابلكيشن بتاعنا لحد ما كان موقفنا الفيديو اللي فات. تمام. فمبدئيا احنا هنستخدم هايف عشان نعمل موضوع الكاشنج. تمام. طيب ليه هايف؟ عشان هي في موضوع ان انت تهندل ان انت تخزن داتا كتيره، هي احسن بكتير من الشيرد بريفرنس. شيرد بريفرنس انت محتاج تبدا بقى تعمل هيكله لموضوع الجداول، لان انت هتعمل زي جدول تشيل فيه الخبر باسمه بالايمج بتاعته بديسكريبشن مثلا، فالموضوع الترتيب نفسه هيبقى صعب بالنسبه لك. فعشان كده بتيجي نقطه هايف. يعني انا بالنسبه لي الشيرد بريفرنس كويس في الحاجات الواحده، مثلا يعني عايز تكيش توكن مثلا، عايز تكيش يوزر نيم مثلا تعرضه، حاجات بسيطه، تخزن اسم، تخزن بوليان، تخزن مش عارف ايه، حاجات في السهل منه. انما لما تيجي الموضوع الكاشنج والاوفلاين مود والكلام ده، طبعا هايف هي اللي بتهندل كل الكلام ده. فمبدئيا سيبك من كل الكلام ده، هنيجي على الباب سبيك دوت يامل. انت محتاج تضيف 3 حاجات. تمام. مبدئيا هتضيف هايف، وتاني حاجه تضيف هايف فلتر، واخر حاجه اللي هي هايف جنريتور. تمام. هما 3 باكجات: هايف فلتر، هايف جنريتور. والهايف جنريتور بتبقى تبع الديف ديبندنسيز مش تبع الديبندنسيز. تمام. فهتقابلك مشكله مبدئيا لما تيجي تضيف هايف جنريتور، هتلاقي ان هو ضارب لك ايرور في الباب جيت، بيقول لك والله ان في كونفليكت بيحصل ما بين الهايف جنريتور وما بين الجيسون سيريلايزبل. فانا بكل بساطه انا هنا كان عندي فيرجن للجيسون سيريلايزبل، شلت الفيرجن دي خالص خليتها نل، والهايف جنريتور برضو كان ليه فيرجن، شلت الفيرجن وخليته نل. طيب انا عملت نل دي استفدت انا ايه؟ او مش لازم نل على فكره، يعني انت لو جيت شلت خليت ده الكلام ده فاضي عادي هيشتغل مفيش اي مشكله. ان انت بتسيبه فاضي معناه كده اللي هو انت شوف الفيرجنز اللي بتماتش مع بعض، وابدا ان انت هات الفيرجنز اللي بتماتش مع بعض. تمام. فعامة ده مش في الهايف وفي الجيسون سيريلايزبل بس، في اي مشكله لو جالك في الديباج كونسول قال لك والله ان الباكج دي والباكج دي بيعملوا كونفليكت مع بعض، شيل الفيرجنين وسيب هو يهندل الموضوع مع نفسه. هيجيب لك الفيرجنين اللي بيشتغلوا مع بعض ويظبط لك الدنيا اوتوماتيك. تمام. تمام. طيب احنا مبدئيا احنا عندنا في الهوم سكرين عندنا 3 حاجات. تمام. او احنا فاصلين الاي بي ايز ل3 اي بي ايز. تمام. واحده بتجيب البانرز اللي فوق، واحده بتجيب الكاتيجوريز، واحده بتجيب النيوز. تمام. احنا اللي هنطبقه النهارده هنطبق على النيوز. تمام. فاللي هنطبقه على النيوز انت هتطبقه على البانرز، هتطبقه على الكاتيجوريز، كل ده هيشتغل مفيش فيه اي مشكله. تمام. بس انا عشان ابسط الموضوع ونخلي الفيديو صغير ونعرف نهندل الدنيا. تمام. فمبدئيا هنيجي على الموديل بتاعنا اللي هو اسمه نيوز موديل. ده الموديل اللي احنا عملناه في الاول خالص، اللي هو بيجي لنا ريسبونس. تمام. فاحنا زي ما اتفقنا ان احنا بيجي لنا ريسبونس عباره عن داتا اللي هي عباره عن ليست اوف نيوز، وبيجي لنا المسجز والسكسيدد اللي هو من الاخر بيقول لك ان انت جبت المسجز او جبت الريسبونس سكسسفول يعني. ما علينا.
طيب انا بعمل ايه؟ ببدا هنا اعمل انوتيشن للجيسون سيريلايزبل، يعني بره انا الفايل ده انا عامله اوتو جنريتد، تمام؟ حتى لو انت مش عامله اوتو جنريتد، مش عامله بجيسون سيريلايزبل، برضه هتعمل انوتيشن هنا من فوق الكلاس نفسه، تمام؟ فبتعمل حاجه اسمها الهايف تايب، تمام؟ الهايف تايب ده كل موديل عندك في الابلكيشن لازم يبقى ليه يونيك اي دي، تمام؟ عشان هايف يعرف يكيش، يعني من الاخر لما بتيجي مثلا تعمل البطاقه بتاعتك، فبيديك رقم القومي بتاعك، الرقم القومي بتاعك ده يونيك، لو انت عملت ايه في حياتك كلها هيعرف يجيبك من الرقم القومي بتاعك، يعني دي حاجه مميزه لمهاب بس، حاجه مميزه لاحمد بس، تمام؟ فهي دي نفس الفكره بالنسبه لهايف، عشان يعرف ان هو يعرف الموديل ده عنده في الداتابيز بتاعته يعني. فانا عندي الموديل الاولاني كمان اللي عشان الفكره تبان، انا عندي موديل اسمه نيوز ريسبونس، وعندي موديل تاني اسمه نيوز، تمام؟ فلو لاحظت الهايف تايب في الاولانيه مثلا كانت زيرو اللي هي في النيوز ريسبونس، وتحت في النيوز بس هتلاقي ان هي التايب اي دي واحد، تمام؟ خلينا تشيك على المايك. طيب المايك شغال زي الفل، تمام. فزي ما اتفقنا الهايف تايب بيبقى مميز لكل موديل انا عايز اعمله او عايز اكاشه، تمام؟ فكده خلصنا. طبعا النيوز ريسبونس او الموديل بتاعك لازم يكستند هايف اوبجكت، تمام؟ ويعني مش هيأثر على الموديل اللي فات، يعني احنا زي الموديل اللي احنا عملناه مفيش فيه اي حاجه، بس هنا ما كانش فيه الكلام ده، يعني ما كانش فيه الاكستنس هايف اوبجكت، بس احنا هنضيف اكستنس هايف اوبجكت عشان تقول له والله الموديل ده احنا هنكيشه، تمام؟ تمام. بعد كده الاتريبيوتس بتاعتك بقى، رحتوا فين يا جدعان؟ ثواني. طيب كده حلوه، كده زي الفل، ماشي. طيب انا عندي الاتريبيوتس بتاعتي، عندي حاجه اسمها الداتا، عندي حاجه اسمها المسجز، عندي حاجه اسمها السكسيدد، تمام؟ كل اتريبيوت من دول عباره عن هايف فيلد، وبديله الاي دي بتاعه او الرقم بتاعه، يعني كل اتريبيوت بيبقى ليه رقم، تمام؟ اتريبيوت او فاريبل، يعني كل فاريبل بيبقى ليه رقم بتاعه. فانا مثلا عندي 1 2 3، فانا اخليهم هايف فيلد 0 1 2، بنبدا من 0 عامه على طول، تمام؟ تمام. نفس الفكره بالنسبه للموديل ده او لاي موديل تاني، تمام؟ فلو جينا مثلا في النيوز هتلاقي ان انا مديله هايف تايب واحد، انا في الاولاني كنت مديله زيرو، ده انا مديله واحد. بعد كده في الاتريبيوتس بتاعته بقى هتلاقي ان انت عندك التايتل زيرو، عندك الاوثر واحد، عندك الايمج يو ار ال 2، وهكذا. مهما كانوا الاتريبيوتس بتاعتك تبدا ان انت تعمل انوتيت لكل فاريبل او كل اتريبيوت بتاع الموديل بتاعك بهاي فيلد، وتديله الاندكس بتاعه، تمام؟ تمام، مفيش فيه اي مشكله. كده انت عملت الانوتيشن وعملت اكستند للهايف اوبجكت وعملت الانوتيشن اللي بره اصلا، تمام؟ كده انت خلصت. ممكن تيجي بقى تروح عامل الكوماند بتاع البيلد رانر، تمام؟ فلو جينا هنا هتعمل الكوماند بتاع البيلد رانر، عايز تعملها فلاتر باب ران بيلد رانر بيلد اعملها، عايز تعملها دارت، يعني في واحده بتاعت الدارت اللي هي دي اللي هي دارت رانر، الدارت ران بيلد رانر بيلد، وفي الاخر بتعمل ديليت للكونفليكتس. سواء عملتها دي سواء عملتها دي مش تفرق، انت كده كده التانية لما بتعملها بيديلك لسه بتختار منها الديليت برضو، فهو نفس الكوماند، يعني ان انت بتعمل جنريت. طبعا ده مش كوماند جديد، ده الكوماند بتاع الجيسون سيريلايزبل اللي احنا عملناه في الفيديوهات اللي فاتت كلها. فكده خلاص احنا عملنا ايه؟ ضفنا الباكجز بتاعتنا وعملنا الانوتيشن بتاعت الموديل بتاعنا، كده احنا خلصنا الموديل بتاعنا، تمام؟ فهنيجي لو جينا في الفيتشرز في الهوم في الداتا، انا عملت حاجه اسمها لوكال، تمام؟ لوكال داتابيز يعني اللي انا اجيب منها الداتا بتاعتي، وعملت حاجه اسمها الهايف سيرفيس. طيب ايه هي الهايف سيرفيس؟ عارف انت لما تيجي مثلا في الفاير بيز بتعمل زي انت، او مش في الفاير بيز، في الديبندنسي انجكشن مثلا بتيجي تعرف الحاجات بتاعتك، وفي الاخر او في الاول يعني بيبقى عندك فانكشن اسمها init dependency injection مثلا، اللي انت بتاخدها بتحطها في المين فانكشن بتاعتك عشان يبدا اول ما ترن الابلكيشن يبدا يعمل initialization للdependency injection.
فنفس الفكره احنا عايزين برضو نعرفه، نقول له والله احنا هنستخدم هايف، فاحنا محتاجين نعمل init function عشان هنعمل لها كول دلوقتي في المين فانكشن بتاعتنا. فلو جينا في عملنا كلاس اسمه هايف سيرفيس، وبتبدا ان انت تعرف له النيوز بوكس نيم. البوكس نيم ده انت بتحطه على مزاجك، ده اسمه البوكس، يعني من الاخر دي الداتابيز تقدر تعتبرها الجدول بتاعك او الداتابيز بتاعتك. تمام. الهايف بتبقى متقسمه بوكسز، تمام، كل بوكس بيبقى شايل الداتا الخاصه بيه. تمام. فانا عامل البوكس ده للنيوز، فانا طبيعي هيبقى اسمه نيوز بوكس. تمام. فطبعا انت عملته كاتيجوريز هتسميه كاتيجوريز بوكس، عملته البانرز هتسميه بانرز بوكس. تمام. البوكس اللي هو الكونتينر بتاعك اللي هيبقى شايل الداتا اللي احنا مكيشينها. تمام. تمام. بعد كده الانت فانكشن دي بتبقى ثابته عامه، فانت بتيجي تعمل async async او await، انا مش عارف اتكلم، تعمل async واويت. فانت بتيجي تعمل هايف انت فلتر عشان تعرف فلتر، يعني تعرف هايف تقول له والله احنا هنعمل initialization. بعد كده هتعمل ريجستر للادابترز. الادابترز دي هتعمل كلاس تاني، الموضوع تنظيمي يعني، ممكن تاخد نفس الكلام ده تحطه جوه مفيش فيه اي مشكله، بس انا عملته في كلاس تاني، وكلاس تاني عملت ريجستر للادابترز. لا طيب الادابترز دي بتيجي منين؟ لو جيت دخلت عليها هتلاقي ان هي جنريتد اصلا. تمام. يعني هتلاقي ان موجوده في الفايل بتاع النيوز موديل دوت جي دوت دورت اللي احنا عملنا له جنريت. تمام. فهتلاقي ان هو عمل ميكس، يعني الفايل اوتو جنريتد ركب لك معاه هايف. تمام. فخلى الاثنين مع بعض في نفس الموديل. تمام. فالفايلين دول اللي اسمهم نيوز ريسبونس ادابتر ونيوز ادابتر دول اوتو جنريتد، عشان احنا لا فاكر لما عملنا الانوتيشن وعملنا الكوماند بتاع الاوتو جنريت بتاع البيلد رانر، يعني هو ده الفايلين دول او الكلاسين دول اتعمل لهم جنريت لما احنا عملنا البيلد رانر. تمام. طبعا احنا عندنا اتنين ادابترز ليه؟ عشان لو جيت بصيت في النيوز موديل انا عندي تو موديلز، بس انا حاططهم في نفس الكلاس عشان هما ليهم علاقه ببعض. انت ممكن تبقى فاصلهم في كذا كلاس، يعني عندك النيوز ريسبونس وعندك النيوز. تمام. فانا عندي تو موديلز، فانا هيبقى عندي تو ادابترز، واحده اسمها نيوز ريسبونس ادابتر وواحده اسمها نيوز ادابتر. تمام. يعني كل موديل بتعمل له انوتيشن بهايف بتروح تعمل له ادابتر، والطريقه دي تحس ان هي نفس الطريقه بتاعت الديبندنس انجكشن. فاكر لما انت بتعمل الدي اي مثلا دوت ريجستر ليزي سنجلتون مثلا، وبتبدا تديله الكلاس بتاعك او الكيوبيت او الريبو بتاعك، نفس الفكره بالظبط. انت عرفت الادابترز بتاعتك، وفي الاخر رحنا عملنا لها كول. تمام. فهي دي ده اللاين بتاع الهايف ادابترز. عايز تعملهم ممكن تاخد يعني التو كودز دول تحطهم زي ما هم فوق، بس انا فصلتهم في كلاس تاني عشان الدنيا تبقى منظمه نوعا ما. تمام. تمام. وفي الانت ستيت برضو او في الانت بتاع الهايف محتاجين ان احنا نفتح البوكس بتاعنا. تمام. البوكس اللي احنا هنبدا نخزن فيه الداتا وهنبدا ان احنا نجيب منه الداتا. تمام. فانت عامه انت بتفتح البوكس، يعني انت حرفيا المسميات تحس ان هي واقعيه نوعا ما. اوبن بوكس يعني انت جبت البوكس فتحته. تمام. البوكس ده طالما انا فتحته ممكن ادخل فيه داتا او ممكن اخد منه الداتا فعليا. تمام. فبالتالي انا طالما اقدر اعمل الاثنين، فانا عملت تو فانكشنز، واحده للكاش نيوز ان انا ادخل الداتا جوه البوكس، وواحده ان انا اجيت الداتا من البوكس. تمام. فطبعا هتيجي هنا يعني هتيجي تمسك البوكس بتاعك اللي هو اسمه نيوز بوكس. تمام. اللي احنا عرفناه في الاول اوريدي، وهنا هتاخد منه الداتا اللي هي النيوز بتاعتك وهتكيشها، هتعمل لها بوت جوه البوكس. تمام. ونفس الكلام هناك، احنا مش محتاجين بقى نديله بارامتر في الفانكشن، احنا هنجيت مش هنبوت. تمام. فالجيت برضو هيمسك البوكس بتاعك وهيبدا ان هو يعمل لك جيت الكاش دي نيوز. وطبعا الكاش دي نيوز ده الكي بتاعك زي الشيرد بريفرنس، برضو بيبدا ان هو ياخد منك الكي. تمام. فكده احنا خلصنا الهايف سيرفيس عامه بتاعتنا. طيب انا عملت الهايف سيرفيس، بعد كده هعمل ايه؟ هنروح بقى نكول الانت في المين فانكشن بتاعتنا. فلو جينا في المين سكرين بتاعتنا، لو جيت بصيت في المين فانكشن هتحط الاثنين دول
اول واحده الويدجتس فلاتر بايندنج زي اللي كنا بنحطها في الفاير بيز لما بتيجي تعرف الفاير بيز يعني عامه. وتاني حاجه هتعمل اويت للهايف سيرفيس دوت انت اللي احنا لسه قايلين الانت ستيت او الانت فانكشن بتاعت الهايف عشان تبدا ان انت تعرف الهايف. تمام. وطبعا يعني الاويت دي هتبقى ضربه، فانت تبدا ان انت تحط اسync في المين فانكشن بتاعتك عشان تقدر ان هي تشتغل معاك. تمام. بعد كده هتروح تقفل الابلكيشن بتاعك وتعمل له تعمل رن من الاول يعني عشان الكلام ده يبدا ان هو يسمع معاك. تمام. طيب خلاص كده احنا لو جينا يعني كده احنا خلصنا كل حاجه، فعايزين نشرح مشكله معينه. تمام. طيب لو جينا مثلا في الليتست ارتكلز، انا عايز اروح للليتست ارتكلز. تمام. فانا عشان اشرح لك المشكله عشان هي تقابلك، انا عارف ان هي تقابلك فانا سايبك عشان اشرحها لك. تمام. طيب يا عم خلينا نجرب. تمام. لو جينا مثلا قفلنا النت، طبعا انا خلصت وعملت ترمينيت للابلكيشن وعملت له رن من الاول. تمام. فلو جينا عملنا ريستارت هتظهر المشكله قدامك. تمام. سيبك من موضوع اللودنج اللي بيظهر اللي فوق ده. تمام. اللودنج اللي بيظهر فوق ده عشان احنا حاطينه مكان البانرز، ما علينا. افرض ان انت عملت شيمر مثلا مكان اللودنج، فدي مشكله في اللودنج ده انت بتهندلها زي ما تهندلها براحتك، تبقى عامل شيمر بقى، تبقى عامل سكيلتون، تبقى عامل الكلام ده. تمام. طيب ايه المشكله اللي ظهرت دلوقتي؟ ان الصور ما ظهرتش. تمام. هي ظاهره من تحت ومش ظاهره فوق. طيب هي ظاهره تحت ليه؟ عشان احنا مستخدمين كاشد نتورك ايمج، عشان احنا بالفعل مكيشين الصوره بتاعتنا. طيب اللي فوق بقى ما ظهرتش ليه؟ لو جينا في الهوم سكرين بتاعتنا، تمام، ودخلنا في احنا فين؟ ثواني. ماشي. لو جينا في الهوم تاب كنترولر ودخلنا فين الهوم تاب بار كونتنت، بالظبط كده، عندك الليتست ارتكلز وعندك التوب ستوريز. تمام. في الليتست ارتكلز هوريزونتال ليست فيو اللي احنا عاملينها، هتلاقي جوه الارتكل كارد واخد منك ايه بقى يا معلم؟ واخد منك ايمج دوت نتورك. احنا معانا ايمج دوت نتورك يعني احنا بنروح نفتح النت وبنديله اليو ار ال بتاع الصوره، فهو بيروح يعمل لها فيتش او امبورت من النت. تمام. فاحنا اوريدي احنا قفلنا النت، فانا دلوقتي بديله اليو ار ال، هيروح مش هيعرف يجيب الايمج دوت نتورك، هيرمي لك ايرور ان والله انت ما عندكش نت، فانا ما عرفتش ان انا اجيب الداتا. فهنا بيجي الحل بالموضوع اللي احنا لسه عاملينه. لو جينا بصينا على التوب ستوريز اللي احنا عاملينه اللي هو الفيرتيكال ليست فيو، انا بدل ما انا عامل ايمج دوت نتورك، خلينا نتاكد بس من المايك عشان المايك ده عامل لي تروما في حياتي. بدل ما انا عامل ايمج دوت نتورك فانا بديله اليو ار ال، بيروح هو يدور في النت وانا اوريدي قافل النت، فهو مش عارف يجيب الصوره بتاعتي. تمام. فانا بدل ما اعملها ايمج دوت نتورك انا خليتها كاشد نتورك ايمج. كاشد نتورك ايمج هي باكج ببساطه، يعني لو جيت عملت لها كده ديبندنسي وسميتها كاشد نتورك ايمج، هتلاقي ان هي اول باكج اللي هي كاشد نتورك ايمج دي هتنزلها تعمل لها باب جيت وتظبط الدنيا بتاعتك. كل وظيفتها ان هي بتستخدم النت اول مره ان هي تجت الداتا. تمام. فانا دلوقتي يعني عارف لما تيجي العربيه تقلبها غاز فانت محتاج شويه بنزين عشان تلمس بقى علينا حاجه زي كده. فانت الكاش نتورك ايمج اول مره بتخش بتبدا ان هي تستخدم النت عشان تبدا ان هي تجيب الصوره وبتكيش الصوره. تمام. فانا لما كيشت الصوره لما يبقى ما عنديش نت انا اوريدي معايا الصوره. تمام. فانا ده اللي انا عملته. اللي فوق انا مستخدم ايمج دوت نتورك فطبعا ما عرفش يهندل موضوع النت، لكن اللي تحت الكاشت نتورك ايمج تلاقي ان هي ظبطت كل حاجه. لو جينا خدنا الكاشت نتورك ايمج وجينا في الهوريزونتال ليست فيو جوه الكارد، بدل الايمج هنبدا ان احنا نديله دي، نبدا ان احنا نعمل الامبورت بتاعنا وهنبدا نبصيله النيوز ايتم دوت ايمج يو ار ال. طبعا هنا
2 كوماز. طيب عشان نبدأ نجرب ده هتلاقي ان هو ظبط الدنيا معانا مجرد ما احنا عملنا الكلام ده. طبعا الكلام ده عشان انا مديله الويدث والهايت بتاعنا، فلو خلينا دي مثلا 145 ومش هديله ويدث مثلا، تقدر بقى ان انت تظبط الديزاين بتاعك زي ما انت عايز. ناخده كوبي بيست، لو جينا مثلا عملنا الويدث 300 مثلا، هتلاقي ان الصورة بقت موجودة في مكانها وظابطة كده. واحنا في الاخر احنا قافلين النت، يعني انت كل الكلام ده اللي انت شايفه لو جينا عملنا ريستارت للابلكيشن بتاعنا هيبدأ ان هو يلود، وبعد كده هيعرض الداتا بتاعته حتى واحنا قافلين النت. جرب اعمل اللي احنا عملناه دلوقتي وانت قافل النت من غير ما تهندل الموضوع هايف، او ان انت تعمل لوكال ستورج، هتلاقي ان هو ضارب. طبعا انا نسيت اهم حاجه اللي هو الكيوبيت. احنا عملنا ايه في الكيوبيت؟ دي اهم حاجه. طبعا ده الكيوبيت بتاعنا مفيش فيه اي مشكله. هاجي في الفانكشن بتاعه الجيت نيوز، تمام. الجيت نيوز اللي هو انا كنت بروح اكلم الريبو بيجيب الريسبونس اروح بعته في الستيت بتاعتي، تمام. فبدات ان انا اعمل ايه بقى؟ برضو بعمل نفس الكلام ان انا بروح اكلم الريبو وبعمل دوت وين، والله لو هو سكسس او فيلير. طيب انا عندي حالتين، تمام. لو انا عندي نت فانا بدات ان انا عملت الريكوست بتاعي جالي ريسبونس، بعد ما جالي ريسبونس عملت كاش للريسبونس بتاعي. ببدا ان انا اعمل كاش ازاي؟ بعمل هايف سيرفيس اللي احنا عملناها. فاكر في الهايف سيرفيس كنا عاملين تو فانكشنز، واحده للكاش يعني كاش نيوز، وواحده جيت للنيوز، تمام. فهنا الكاش نيوز بتبدا تاخد مني النيوز ريسبونس اللي جات لي، ولو بصيت على الموديل اللي جاي لي هو نيوز ريسبونس برضو. فانا عندي نت اول مره، فبدات ان انا جبت الداتا جالي ريسبونس، عملت كاش للريسبونس اللي جالي وبعت له الريكوست بتاعي او بعت له الداتا بتاعتي، بعت له الستيت السكسس بتاعتي. بس انا عملتها من النت، يعني دي الطريقه اللي احنا كنا عاملينها الاول، مش عاملين كاش، تمام. طيب هنا في النيوز سكسس بدات ان انا عملت ايه؟ عملت اتريبيوت جديد اسمه از فروم كاش عشان اعرف الداتا اللي جايه لي دي من الكاش ولا من النت، يعني مش من الكاش، تمام. فبدات ان انا بعت له الريسبونس بتاعي وقلت له ان هو ده مش من الكاش، تمام. تمام. طيب انا في حاله بقى ان انا دلوقتي انا دخلت اعمل ريكويست وانا ما عنديش نت، تمام. فانا دلوقتي هخش اعمل ريكويست مش هيجيب الداتا، فمش هيخش في السكسس، هيبدا ان هو يخش في الايرور، تمام. طيب لو دخل في الايرور انا دلوقتي ما عنديش نت، فهبدا ان انا اروح اكلم هايف اقول لها هاتي النيوز اللي انا مكيشها عندك في البوكس بتاعك، تمام. فبدات ان انا جبت الكاش دي نيوز اللي هي موجوده في الفانكشن الثانيه اللي هي جيت كاش دي نيوز. جبت النيوز اللي انا عامل لها كاش عندي، لو هي مش بنال ابدا اعمل لي السكسس ستيت. ما انت خد بالك يعني ممكن ما تبقاش دخلت بنت اصلا من الاول، فانت ما كيشتش اي داتا، فانت ممكن يعني هنا عندك احتمالين، تمام. فانت تبدا تهندل الاحتمالين. لو انا دخلت مثلا اول مره الابلكيشن ودخلته من غير نت، فانا اوريدي ما كيشتش النيوز بتاعتي، فانا هديله سكسس ستيت ازاي؟ فمش هديله سكسس ستيت، فابدا ان انا ارمي له الفيلير بتاعي، فيلير ستيت بتاعتي زي ما انا مهندلها عادي، تمام. ولو هي مش بنال يعني انا عندي داتا متكيشه، ابدا بقى ان انت اعرض لي ابعت لي النيوز دي وقول لي ان هي من الكاش ولا لا، تمام. تمام. وطبعا بس كده برضو بتهندل الموضوع اللي هو التراي والكاتش. التراي والكاتش لو انت ما عملتش ريكويست اصلا هتبدا ان انت تجيب الكاش دي برضو وتتشيك لو هي نل ولا مش بنل بنفس الطريقه. لو هي موجوده ابعتها، لو هي مش موجوده خلاص ارمي لي الفيلير ستيت بتاعتي. وبس كده. معلش ان انا نسيت الكيوت، بس الحمد لله لحقته قبل ما الفيديو يخلص. بس كده ده فيديو النهارده، واستنوا ان شاء الله يعني سواء دخلت الجيش او ما دخلتش الجيش في كام فيديو حلوين قوي قوي، سواء انا هنزلهم الفتره اللي جايه دي او ممكن اجدولهم لو دخلت الجيش يعني لا قدر الله. بس كده، السلام عليكم وخدوا بالكم من نفسكم.